لم يحدث حتى في انتخابات الشورى والشيوخ. ما كانتش احكام لكن بتتعاقب. طب هل تتمنى بقائه؟ لا طبعا، مش ممكن. ما فيش حاجه، مصر ما فيهاش رجاله، ما فيهاش اللوائح، ما فيهاش مش عارف ايه، هنجيب منين، هنعمل مش عارف ايه مين. لا لا لا، الانتخابات لو اتعملت هينجح فيها الاخوان. منظر مصر، ليه نعمل كده؟ ليه نعمل كده؟ مفضوحه قوي. الاخوان المسلمين او المعارضه عدم عودة جماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال إلى ناصية القرار، لكن هو ترشح بشكل مستقل ونجح. لا 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 لا، دي فجاجة. السياسه في مصر حاجه تانية، خصوصا ان المستجدات في مصر في الساحه السياسيه متغيره على مدار الساعه، خصوصا كمان لما يكون عندنا تفاعلات، يكون عندنا احداث كبيره. الايام اللي فاتت عشنا احداث كبيره جدا، الانتخابات واستحقاق انتخابي، وناس كتير اتكلمت، وعمليه انتخابيه مهدده بالالغاء، ومجلس شعب مهدد بالالغاء. التفاعل السياسي الحقيقه تفاعل سياسي ساخن وسريع جدا. عشان كده مهم جدا نسلط الضوء على هذا التفاعل السياسي في مصر، وكذلك مستقبل الحياة السياسية في مصر في المرحلة القادمة. لذلك أرحب بضيفي الباحث ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على منصة أخبار الغد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ نادر والسادة المشاهدين، أهلا بكم. اهلا وسهلا دكتور عمرو، خليني ابدا من الاخر. المشهد اللي احنا شفناه جميعا هو مشهد الانتخابات، والحقيقه حضرتك ليك اسهامات كثيره في الكلام عن الانتخابات وماذا يجب ان تكون عليه الانتخابات. حضرتك شايف المشهد اللي تم او اللي بيتم دلوقتي ولسه لم ينتهي، هل هذا المشهد يمثل مصر حقيقه؟ المشكلات الأساسية في النظام الانتخابي، يعني النظام الانتخابي أصفر أو أفضى إلى إظهار عيوب كثيرة. طبعا احنا عندنا النظام الانتخابي الأغلبي ده اللي بناخد بيه من 1866 حتى اليوم، باستثناء فترات بسيطة للغاية. لكن يا أستاذ نادر، ما كان يصلح، وكانت مصر عدد الهيئة الناخبة 10,000 أو 20 أو 30,000، ربما لم يعد صالحا، ومصر حاليا عدد ناخبيها 70 مليون. هذه واحدة. الأمر الآخر أن لدينا بعد 30 يونيو، أحداث 30 يونيو، كان هناك رغبة في عدم عودة جماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال إلى ناصية القرار، سواء أو يعني مش أو يعني عدم الظهور من أساسه، يعني أي إذا كان بشكل رسمي أو غير رسمي أيضا. فتم اتخاذ سياسات كثيرة متعلقة بالقوانين الخاصة اللي كانت بتعالج مسألة الإرهاب، الأمور الخاصة بالتمويل الجماعة الإخوان. ضمن هذه الأمور كانت أمور متصلة بالبرلمان، فتم اختيار نظام انتخابي يتم التحكم فيه في عضوية البرلمان بشكل كبير، ليس فقط كما كان متبع من بعد أحداث 30 يونيو، وهو وجود عدم وجود جماعة الإخوان المسلمين في المشهد، لكن تطور الأمر في الانتخابين الأخيرين، انتخابات 20 انتخابات 25، إلى عدم وجود أي مظهر من مظاهر المعارضة حتى لو كانت معارضة مدنية. وده كان واضح في قانون الانتخاب الأولاني، يعني قانون الانتخاب الأول بعد أحداث 30 يونيو، اللي هو انتخابات اللي كان شهد انتخابات 2015 2016، كانت نسبة القائمة المطلقة 21% من مقاعد البرلمان. اليوم في 2020 و2025
ارتفعت نسبتها الى 50%. فده كان درجه من درجات التقييد، او يعني زياده او امعانا في التقييد والتحكم في حدود البرلمان لمنع وجود معارضه من اساسه. هل نجحت الدولة في ده يا دكتور عمرو؟ يعني هل نجحت الدولة في إقصاء أو القضاء على الإخوان المسلمين أو المعارضة؟ لا، هي كلمه نجاح هنا كلمه نسبيه. يعني لو كنا بنتكلم على انه نجاح في عدم ظهور المعارضه اذا كانت من التيار الاسلامي او من غير، لكن هو ترشح بشكل مستقل ونجح. طب يا دكتور، هل معنى كلامك ان الدولة ليها تدخل في الاحزاب؟ يعني هي تستطيع ان تقدم الحزب الفلاني او تؤخر الحزب الفلاني، ان تضع فلان رئيسا او على رأس الحزب وتزيل فلان من على رأس الحزب؟ هل الدولة ليها تدخل في هذا الامر؟ التدخل في الشأن الحزبي في أكثر من زاوية. يعني في زاوية اللي هي زاوية تأسيس الأحزاب، وده شفناه في مستقبل وطن وحماة وطن وحزب الجبهة، مع اختلاف الجهات اللي بتأسس. يعني مع اختلاف الجهات اللي بتتبنى تأسيس هذه وقامت بدعم هذه الأحزاب، حاولت توجد لها مقرات كبيرة موجودة في شارع التسعين الشمالي في التجمع الخامس في القاهرة، وده من أرقى ضواحي القاهرة يعني. أيضا تم التعامل مع هذه القيادات بالشيل والوضع، برضو وضع القيادات وشيلها بشكل طبعا في تدخل مباشر. وده اللي يمكن بان في الانتخابات 2025 تمت الاطاحه بقيادات كثيره من المشهد الانتخابي. كذلك تم دعم هذه الاحزاب حتى يتضح او حتى تظهر انها احزاب جماهيريه من خلال بعض السياسات اللي في الشارع: اكشاك توزيع بيع اللحوم، اكشاك توزيع الاسماك، اكشاك توزيع الخضروات، شوادر لبيع الخضروات والفاكهه، وهكذا. الى جانب ده كان في طبعا الاحزاب الاخرى هي موالاه، لكنها ربما تكون السلطه ما انشاتهاش، لكن تدخل ضمن احزاب الموالاه، وبعضها معارضه بالمحسوس او معارضه مش عايز اقول متفق عليها، لكن يعني معارضه سطحيه. هل نقدر نقول زي مين يا دكتور؟ طبعا المعارض معارضه سطحيه، مثلا حاجه زي الحزب اللي بيرأسه الاستاذ محمد انور السادات، حزب الاصلاح والتنميه، حزب العدل. طبعا الاحزاب من الاحزاب القديمه موجوده، يعني الوفد والتجمع موجودين بهذه الصيغه. لكن في المقابل بتجد بعض المعارضات القويه اللي ابتدت تنحسر جدا جدا. يعني كل مجلس بتلاقيها تنحسر بشكل كبير قوي. يعني دلوقتي انا غير ملفت ليا للنظر مثلا اي حد شخص معارض مثلا معارضه حقيقيه لا تعرف الموائمه ولا تعرف الحسابات ولا تعرف التفاوض، يمكن باستثناء عبد العليم داوود مثلا، محمد عبد العليم داوود. نواب في الانتخابات او المجلس اللي فات والمجلس اللي قبله كان ليهم صولات وجولات في البرلمان، يعني مش عايز اذكر اسماء لكن اسماء كثيره كانت موجوده. هل شايف ان دي ممكن تكون جزء من المعارضه الشكليه؟ يعني اللي بان قد يتصور البعض وقت اللي حضرتك بتتكلم فيه انها كانت معارضه تعتبر قويه نسبيا لان ما كانش فيه غيرها، لكن ما ظهر في 2025 في الانتخابات اتضح ان في نوع من المساهمات ونوع من الاتفاقات ونوع من المفاوضات ونوع من الوصول لحلول وسط مش عايز اقول انجاح بعض الرموز، لكن
تفريغ المجالات المعارضه من حولها اللي ممكن تعرضها انتخابيا، بحيث يسهل لها الفوز في البرلمان، وفعلا فاز بعضها يعني. تعمل ايه الاحزاب، او ازاي يكون عندنا حياه حزبيه في مصر من وجهه نظرك؟ لا، ده الموضوع ده بقى يعني بيحتاج امور كثيره مرتبطه بالاحزاب ومرتبطه بالسلطه، لان الاثنين مسؤولين عن عن الوضع اللي وصلت اليه التجربه الحزبيه الثالثه اللي نشات في عهد الرئيس السادات، واعلن عنها في 11/11/76 في مجلس الشعب، والمستمره حتى اليوم. فالمسؤوليه بيتحملها الطرفين، والناخب او المواطن للاسف هو مفعول به في هذا وليس فاعل، بمعنى انه بيرصد وعلى درجه كبيره جدا من الوعي، بيرصد كم العلاقه اللي ما بين الحزب وما بين السلطه، وبناء عليه وصل للقناعه ان هو على صواب وليس على خطأ. الصواب ان هو للاسف 96 او 97% من الناخبين المصريين او من اللي ليهم حق المشاركه في الحياه المدنيه والسياسيه مستقلين وليسوا اعضاء احزاب. بعضها بقى عشان الخوف من المغامره، بعضها عشان هامشيه هذه الاحزاب، بعضها علشان عدم وجود ديمقراطيه داخل الاحزاب من الاصل، عدم وجود تغيير في قيادات الاحزاب، عدم انتشار جغرافي للاحزاب، عدم وجود جماهيريه وعدم وجود اجتماعي للاحزاب كده. الاحزاب فقيره حتى لا تستطيع انها تصل الى حتى الناخب. كل دي يا استاذ نادر اسباب رئيسه لتدهور الوضع الحزبي في مصر. اذا جيت للسلطه هتلاقي فيه اسباب اخرى بتتحمل مسؤوليتها. اهم سبب في تقديري ما اقدرش اقول الطوارئ، لان قانون الطوارئ انتهى بعد فتره من طويله ما كان موجود، لكن رغم وجود قانون الطوارئ الا ان الاحزاب، ان السلطه موجوده داخل الاحزاب، موجوده باجهزتها الامنيه داخل غالبيه ان لم يكن كل الاحزاب السياسيه. هذه واحده. الامر الثاني اللي بيجعل الحزب متواجد جماهيريا وعقليته مفتوحه للناس وناس بتقبل عليه، ان تسعى قدر الامكان الدوله ان ان الناس ما تلاقيش اي بد للعمل العام الا من خلال الاحزاب. ده مش واضح. احنا عندنا نظام اغلبي 50% زائد واحد، يعني كل من له رغبه للترشيح. لكن لو كان لدينا نظام نسبي حزبي، يعني نظام قوائم النسبيه الحزبيه المغلقه، فكل واحد عايز يدخل البرلمان لازم يخش، او يخش المجالس المحليه لازم يخش عن طريق الاحزاب، لازم يبقى عضو في الحزب، لازم يبقى فاعل في الحزب، لازم يشارك في الاحزاب، وتكون الاحزاب هي الوسيله الاساسيه للتجنيد السياسي بالاساس للدخول الى تلك المجالس. دكتور، القايمه حضرتك ذكرت القايمه المطلقه، هل شايف نظام القايمه المطلقه نظام يتناسب مع مصر، يعني مع الدوله المصريه؟ شوف هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا متحفظ على كلمه نظام، يعني معلش اعذرني. نظام القيمه المطلقه ليست نظام، هي اسلوب الفردي، اسلوب الاثنين من عائله النظام الاغلبي. يعني ده النظام بقى، النظام الاغلبي اللي هو 50% زائد واحد. العكس النظام النسبي في بقى نظام نسبي، قائمه مفتوحه وفي قائمه مغلقه وفي قائمه حره وهكذا. لكن دعنا من الخلاف او دعنا من الدخول في الادبيات او الدخول في الامور العلميه قوي، عشان برضه المستمع ما يتلخبطش مننا. القائمه المطلقه هي تزوير لاراده الناخبين بالمعنى الحرفي للكلمه. خد على سبيل المثال
لدينا برلمان يتألف من 100 حزب، ولدينا الدولة على سبيل المثال من دائرة واحدة. فالقوى السياسية أو الأفراد بيعملوا أحزاب، بيعملوا قوائم، فكل قايمة من 100 عشان البرلمان 100. تخيل بقى حضرتك والسادة المشاهدين لما القايمة رقم ألف تاخد 51% من الأصوات، والقايمة رقم ب تاخد 24% من الأصوات، والقايمة رقم ج تاخد 23% من الأصوات. تقريبا كده حوالي كده يبقى قلنا 100% تقريبا. ال 23% وال 24% الأصوات دي كلها تتقلب كده في الصندوق بتاع اللي خد 51%. يصبح اللي خد 51% خد 100%، يعني خد المقاعد كلها يا استاذ نادر، خد ال 100 مقعد لوحده، على عكس القايمه النسبيه. القايمه النسبيه اللي خد 51% ياخد 51 مقعد، واللي خد 23 ياخد 23 مقعد، واللي خد 24 ياخد 24 مقعد. موضوع نسبي ففي نوع من العداله. اما الموضوع الثاني فهو تزوير اراده الناخبين بالقانون. بالقانون. هل عشان كده يا دكتور، عشان كده كثير من المرشحين كانوا بيميلوا للدخول في اسلوب القايمه افضل من الفرد في نظرهم؟ لانها مضمون فوزها، بالذات لو دخل في القائمه بتاعه الدوله، ما يسمى بقائمه الدوله هي حتى نفس الاحزاب الموالاه بتسموها. يعني انا ما بقولش كده على فكره من سبيل المعارضه او الشتيمه، هي نفس احزاب الموالاه بتسميها قائمه الدوله يعني. والاحزاب الاخرى الموالاه الاخرى اللي عندنا 104 حزب تقريبا كلهم موالاه يعني. هم بيسموها لنفسهم قائمه الدوله يعني. فانا مش بقول هنا وصف نقدي او وصف معارض، انا بقول الوصف اللي هم بيستخدموه. بيخشوا طبعا بيخشوا القايمه ديت اللي هي قايمه الدوله، او القايمه اللي بتتبناها الاحزاب اللي انشاتها السلطه، او اللي تبنت انشائها، علشان فوزها مضمون. ضيف على ذلك بقى الاكثر منه بقى، وده يعني شيء المعيب جدا يعني اذا كان القانون معيب، ممارسه جت اضافت عيب له فوق عيبه، اللي هو تيجي اداره الانتخابات لحجج وهميه وحجج فارغه للاسف، وتمنع القوائم. اي قوه سياسيه عايزه تعمل قايمه تمنعها من النزول كمنافس للقائمه. يعني الناس ارتضت او بعضهم ارتضى بهذا العيب الكبير اللي هو نظام القائمه المطلقه. كمان تحاول تخلي القائمه بتاعت الدوله قائمه تزكيه. ده في الواقع ده يعني سبه كبيره، لانه بيشوه صوره مصر. يعني بيشوه صوره مصر، بيدي انطباع ان احنا عندنا استفتاء، بيدي انطباع ان احنا عندنا تزكيه، بيدي انطباع ان احنا عندنا تقريبا شبه تعيين. فده الخطأ رهيب. وعلى فكره الاسباب بتبقى اسباب اداريه واسباب روتينيه مفضوحه قوي، يعني مش حلوه، يعني مكشوفه يعني ما. طب يا سيدي سيبهم يخشوا. انت ده انت لو سبتهم دخلوا المنافسه هيبقى شكلها هتبقى ايه؟ هيبقى شكلها حلو، يعني هيبقى في شكل ومضمون فوز قائمه الدوله. هي كده هم كده يعني فايزين، بس هيبقى شكلها حلو زي ما سيادتك بتقول. لكن كده منظر مصر الجميله المحترمه اللي كلنا بنقول مصر 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 ولا زلنا وهنبقى. يعني ليه نعمل كده؟ ليه نعمل كده؟ ليه نخلي الاخرين يتكلموا علينا بطريقه سلبيه؟ ده اللي حصل لما حصل تجاوزات في المرحله الاولى، وطلع بيان او رساله الرئاسه تتحدث عن هذه التجاوزات وتوجيهات باعاده الانتخابات في بعض الدوائر. ليه من وجهه نظرك تم الاعاده في بعض الدوائر الفرديه ولم تتم على القائمه مع انها نفس الدوائر؟ لا هنا بقى كانت في مشكله كبيره. الناظر للامور ذات الطابع
ذات الطابع الوقتي او الزمني، يقول فعلا ان ما لازم تبقى كده، لان عندنا البرلمان هينتخب. البرلمان لازم ينعقد في الفتره من 13 الى 15 يناير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اي خلل هم شايفين ان اي خلل بيشوب القايمه هينسف العمليه كلها، واحنا دلوقتي بنتكلم على النص طبعا. اللي هو الفردي. فدلوقتي هتتكلم على الفردي والقايمه، يعني نسفت الموضوع كله، عشان ما حدش يقول طب نعيد بقى الانتخابات كلها او نغير القانون او نعمل. ف يعني حتى كان في اهتمام كبير قوي بان، على اعتبار ان هي قايمه واحده، فكان في اهتمام كبير قوي ان الخمسه تجيب ال 5%. خمسه اللي قايمه القانون المصري بيقول لازم القايمه اذا كانت واحده تحصل على 5% من اصوات الناخبين المقيدين. فهم كان هاممهم جدا جدا ان يتم تمرير القايمه او افلاتها من اي ملاحقه قضائيه. فعشان كده اي حد حتى كان بيطعن يقول له او يتظلم، يقول له انت بتتظلم ليه؟ انت مالكش مصلحه، مع ان القايمه مليانه عيوب. دكتور، من خلال الحديث مع حضرتك حاسس ان انت زعلان قوي من الانتخابات الاخيره او متضايق من الشكل اللي حصلت بيه، هل ده صحيح؟ طبعا، مين مش متضايق؟ مين اللي عايز بلده يبان فيها ان عندنا 55% من مقاعد البرلمان تمت باستفتاء او بتعيين مقنع او غير، او وبعضه طبعا غير 5% اللي هو تعيين مباشر. مين اللي يرضى بكده؟ مين اللي ممكن يرضى يا استاذ نادر ان يشوف مقاعد البرلمان في نصفها او فيما هو مذكور في قائمه الدوله يتقال عليه ان تم بيع رجال اعمال؟ مين؟ وده على فكره انا مش ده انا ما بتكلمش اتهامات مرسله. ده في واحده سيده خرجت من حماة وطن وقالت كذا كذا كذا، وبدل ما يحققوا مع حزب حماة وطن بيحققوا مع السيده، وفي الاخر افرجوا على السيده. هي سيده مسيحيه اسمها السيده حنان شرشار، وبعد كده افرجوا عنها او سابوه، اخلوا سبيلها. وبعد ما اخلوا سبيلها ان طلع تصريح كده من حد مش فاكر مين، جهه رسميه او شبه رسميه، قالوا الست اعتذرت وخلاص. طلعت الست في فيديو اخر انا ما اعتذرتش، انا مصمم على كل كلمه قلتها، ومحدش رد عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في حزب من الاحزاب هو حزب الوفد صرح بشكل علني تماما ان الحزب عنده نوع من الافلاس المالي، وانه مضطر ان هو يبيع المقاعد. بس ما قالش بيع، قال تبرعات ومش تبرعات اللي عايز يخش القايمه. فمسألة، وحصل بالفعل خمس احزاب تم ذكر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت 5 احزاب موجوده في قائمه الدوله قالت ان يتم بيع المقاعد لهذه الاحزاب الخمسه. دكتور، ده ياخدنا لموضوع المال السياسي بقى اللي بيتكلموا عنه دوت. المال السياسي وتحكمه في العمليه الانتخابيه، يعني احنا شفنا مجموعه من المرشحين اللي هم قريبين من الناس لكنهم لم يوفقوا لان معهمش فلوس. تعليق حضرتك على هذا الموضوع؟ طبعا، لكن بس قبل ما اخلص انا عفوا في السؤال الاولاني، السؤال اللي فات مباشره، نقطه مهمه، مش بس بيع المقاعد، ده كان في نقطه توريث المقاعد كمان. احد المواقع الالكترونيه، تسمح لي اقول اسمه، موقع ايجيبتك، قال ان في 48، يعني ندي للناس حقوقها، يعني اللي عمل الباحثين اللي فيه هم اللي عملوا الاحصاء دي مش انا. قالوا في 48 اسم من 284 اسم موجوده في القائمه، في قائمه الدوله، من نفس العيله، ما بين الاسامي الاحتياطيه الاساسيه والاحتياطيه. احنا عارف، بس عشان نعرف الساده المشاهدين، احنا عندنا قائمه احتياطيه من 284 وقائمه اساسيه من 284. لازم يكون في قائمتين، اللي ينجح هو الاساسي، لكن الاحتياطي لما يحكم الحياه السياسيه ايا يكن سبب الخروج، وفاء، ابطال عضويه، اسقاط عضويه، اي حاجه، يحل محله العضو الاحتياطي. فتخيل ان في 48 حوالي 17 او 18
يا استاذ نادر توريث. يعني عيب عيب. حتى بعض الناس بيتنطلوا كده يقول لك ما حدش فشل في التوريث في مصر غير حسني مبارك. اللي عايز اقوله مش بس كده، يعني مش بس مستني ان هو يبطل عضويته عشان ابنه. على فكره منهم بعض الوزراء وزير القصير والوزير، في 4 وزراء من ال7 وزراء، 3 وزراء من ال7 وزراء موجود ابنائهم في القائمه، هم مقسمين في القائمه الاساسيه وابنائهم في القائمه الاحتياطيه. ده مش بس كده، ده يعني انا لمصلحه. بقول لك فتحت الموضوع ان في واحد منهم قبل الانتخابات بيوم، مش من الوزراء، واحد من الناس اللي في القائمه اتنازل لابنه قبل الانتخابات بيوم، يعني حتى ما استناش البرلمان ينعقد. دكتور، لمصلحه مين؟ يعني انت حضرتك قلت ان دي قائمه الدوله، لمصلحه مين الدوله تعمل كده؟ لمصلحه كل من يهمه تنميه السياسه في مصر. يعني هي الدوله عايزه تموت السياسه في مصر؟ الى حد كبير. بس مش عايزه تموت سياسه في مصر، لان هقول لك في بعض الاتجاهات، خلينا اكون دقيق، بعض الاتجاهات لا عندها نوع من بيقولوا ايه الجماعه الهسهس كده، ولا بيسموها الحاجه كده، ان 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 إن يجب تكون، والناس تكون يجب انها تكون في حالة دوران كده من الأسعار، من الكورة، من أي حاجة، لكن لا تفكر في الأمور الخاصة بالأمور الحقوقية وكده. لو رجعنا اتكلمنا بقى رد على سؤال حضرتك في موضوع المال، الفقير ملوش مكان في الانتخابات. الفقير بتاع زمان بتاع سيد جلال وأحمد طه والناس اللي كان البعض بيلم لهم فلوس يعملوا دعايه انتخابيه، ما عادش يمكن كان في ملل. ده حصل دكتور، ده حصل في بعض المشاهد، في الانتخابات دي، لكن برضه لم يوفقوا الدكتور محمد زهر. في محمد زهران كنت لسه هقول لك، محمد زهران في دايره المطريه، الناس كانت يعني بتسعى كتير قوي ان هم هو يفوز وكده، لكن ما حالفوش الحظ زي ما حضرتك بتقول. يعني الشعبيه ما كانتش تم محاولة إجهاضها بوسائل أو بأخرى، يعني إن الراجل مفس يعني. دكتور، يعني انا دخلت في الاحزاب والانتخابات والمال السياسي، وحضرتك قلت ان هذا الشكل لا يليق بمصر. طب وماذا بعد يا دكتور؟ يعني حضرتك شايف مستقبل مصر ازاي في ظل ماذا بعد دي بقى مهمة جدا، لأن إحنا موجودين على استحقاق رئاسي في 2030. أنا مش متصور إن البرلمان ده هيقعد كتير، لأن ممكن ما يكملش. ممكن. الرئيس كان حريص قوي على إن هو ينتخب من غير إزعاج في العملية الانتخابية، الانتخابات اللي فاتت. عشان كده تم تبكير الانتخابات حوالي 2 لو انت متذكر، بحيث النتائج تنتهي قبل يوم 15 او 16 يناير 2024. ليه؟ علشان الهيئه الوطنيه للانتخابات يكون لسه لديها مكرة قاضي على كل صندوق من الجهات والهيئات القضائيه، لان بعد هذا التاريخ الجهات القضائيه هتكون خرجت بره لعبه رقابه الانتخابات. فالرئيس كان يريد او كان يرغب في ان الانتخابات تتم بشكل ما فيهوش اي مواربه او تفكيك، فعشان كده تم تبديل الانتخابات. فانا اتصور ان اللي فكر بهذا الاسلوب يمكن يفكر في ان لا اريد لبرلمان مشكوك في شرعيته، مشكوك في مشاركه الانتخابيه. بعض الدوائر يا استاذ نادر، احنا ده من لسان الهيئه الوطنيه للانتخابات، بعض الدوائر 1.5% و2% مشاركه، شيء لم يحدث حتى في انتخابات الشورى والشيوخ. من وجهه نظرك ايه السبب يا دكتور؟ يعني ليه الناس
عن يقبل الدخول. بذلك. فعشان كده هو هيحتاج ربما الى دور لبرلمان من برلمان جديد في انتخابات الرئاسه، وليس دور لهذا البرلمان. لو انا لو لك نصيحه او للدوله عندك نصيحه تنصحها ان هم يحلوا البرلمان؟ بالتاكيد. بس مش دي بس أصل لو تم الحل وتم التجديد، تم انتخابات جديده بهذا الاسلوب، ما عملناش حاجه. احنا الحل هنا يجب ان يكون مرتبط بمنظومه كامله حقوقيه كامله، سواء اذا كانت في الانتخابات او غير الانتخابات. في الانتخابات طبعا تغيير القانون، تغيير النظام الانتخابي اللي هو النظام الاغلبي ده خالص. مصر اللي كانت فيها نص مليون ومليون ناخب ما هيش مصر بتاعت 70 مليون. مصر اللي كان فيها ناس في بيتمسكوا بالقيم، ناخبين قيم والادب والاخلاقيات والتمسك بالقانون، الوقت الناس بتتباهى انها بتخرق القانون في موضوع الرشا الانتخابيه. لا، الوضع مختلف تمام. مصر تغيير قانون الانتخابات هينعش النظام الحزبي، فهتبقى ده زي ما ضربنا عصفورين بحجر. مش بس النظام الحزبي، ده هينعش لك كمان المؤسسه التشريعيه. انا تخيل بقى قاعد في البرلمان عمال اناقش شكاره الكيماوي راحت الجمعيه الفلانيه ولا ما راحتش، المعهد الفلاني اللي في الكفر الفلاني طلع ولا ما طلعش، ولا اتبنى ولا اتبنى، الطريق اللي بيمر لكن الطريق بيمر من النجع ده، النجع ده ما اتعملش ما اتسفلتش. انا لما اكون نائب حزبي او لما اكون نائب قايمه نسبيه، نائب بعبر عن دوله، بعبر عن امه، مش بعبر عن محليات. اللي يعمل الكلام ده بتاع محليات. هناقش بقى الاشتراع، موضوع الاسمده وتوزيعه، هناقش موضوع الطرق والكباري، هناقش موضوع المواصلات، هناقش سياسه القطن، سياسه الامن الغذائي، سياسه الديون. الحاجات دي مش هتوقف. نعم. احنا ليه ما عندناش محليات واحنا في 2025؟ والله قيل اكتر من سبب. يعني في قيل سبب الخشيه من اللامركزيه، يعني ده سبب من الاسباب اللي اتقال. الدوله مش عايزه تعمل انتخابات مجالس محليه؟ عشان المواد بتاعت اللامركزيه في الدستور، ده قيل احد الاسباب. سبب تاني قيل ان الانتخابات لو اتعملت هينجح فيها الاخوان. ده سبب من الحاجات اللي حتى دلوقتي. ده سبب من الاسباب. طبعا انا مش شايف الحجه الاخيره بالرغم انها رايجه قوي، انا شايف انها فارغه. لان لو عملت انتخابات نسبيه، قوائم حزبيه نسبيه، منعت الاخوان خلاص، الموضوع انتهى. يعني قوائم طب نظام. حضرتك اهميه المجالس المحليه يا دكتور، شايف اهميه للمجالس المحليه؟ المجالس المحليه اي حته في العالم هي مدرسه حقيقيه، هي اهم وسيله من وسائل التجنيد السياسي. التجنيد هنا عشان برضه الناس ما تاخدش بالها من المصطلحات، ما تكونش جديده او تكون يعني مستعصره عارفين. هي التجنيد معناه الارتقاء، التعليم، التدريب. يعني بكون عايز اخش كليه لازم اخش مدرسه الاول، لازم اخش ابتدائي سنه. نعم. التاهيل بالظبط. المجالس المحليه يعني بيخليك مرمط. بالظبط. المجالس المحليه اهم وسيله من وسائل التاهيل الى الارتقاء بالمناصب. منهم يجي عضو مجلس الشعب، منهم يجي وزير، منهم يجي حزبيه، منهم هكذا رؤساء مجالس مدن، محافظين. يعني المجالس المحليه مهمه من هذه الزاويه، مهمه انها ممكن تحارب الارهاب مفيش شك، لان مهمه انها محاسبه في تقديم الخدمات، كل ما هو خدمات في المحافظات. انا ليه اوجع دماغي كرئيس وزراء او كبرلمان اقعد اناقش هنا بقول لحضرتك شكاره الكيماوي، اناقش مش عارف الطريق اتبنى ولا لا، المعهد الديني اتعمل ولا ايه، اناقش المدرسه ايه. لا، ده هنا كل الحاجات الفسيفساء البسيطه ديت، على الرغم من اهميتها الكبيره، لان كل المحليات عندنا الناس تستقبل ده.
عندنا موضوع المحاسبه للمحافظين، في عندنا حق يعني يبقى في حقوق للرقابه على الاداره المحليه، الرقابه الداخليه في المحافظات، التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. الناس دي كلها هتشتغل. يبقى في عندي حتى كمان، وده حاجات مهمه على فكره، عندي مم. مواقع. خلي بالك يا استاذ نادر، احنا في مصر عندنا هنا بنهتم بالمواقع يعني. مم. الوجهاء اللي في المحليات دول كلهم عايزين يشتغلوا بحاجه، مش عارف يبقى قاعد يا عضو مجلس شعب يا بلاش. لا، هو مم. نفسه في حاجه، نفسه يبقى فيه تايتل. احنا عندنا مم. المجالس المحليه 55,000 تايتل. فسواء كنا بنتكلم على مجالس قرى، مجالس مدن، مجالس محافظات، مجالس مراكز وهكذا. فانت كده منعت التايتل ده كمان، يعني التايتل ده منعته. فانت لما بتمنعه بتقفل السياسه، بتزود الغضب. انت عايز تعمل شرعيه، عايز تعمل رضاء عام، عايز تعمل رضاء عام في المحليات. سكن الناس ديت، سكنهم، سكنهم في مناصب، اديلهم مسؤوليات، حملهم مسؤوليه، اديلهم نوع من الاختبار انهم ينجحوا ولا او لو فشلوا تجيب بدلهم وهكذا. فالمحليات مهمه جدا 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 من هذا الكلام. دكتور عمرو، عايز انقل نقله تانية كده في الحوار ونروح للحوار الوطني. من عده سنوات اطلق ما يسمى او ما يعرف بالحوار الوطني. هل خفت الحوار الوطني؟ حضرتك عضو مجلس امناء الحوار الوطني، هل خفت او ما بقاش ليه دور، او حس ان هو ما بيعملش حاجه، او بيقدم مقترحات وما بتتنفذش على ارض الواقع؟ عايز اعرف وجهه نظر حضرتك، خصوصا ان حضرتك في المطبخ يعني. شوف، هقول لك على حاجه يا استاذ نادر، كل الاختيارات اللي انت قلتها دي صحيحه. طب قول آه لنا ازاي. نعم. قول لنا ازاي. ال- الحوار الوطني بدأ بنوع من الاهتمام من الرئيس السيسي، وهو اللي دعا له، وتم وضع ميكانيزمات وحدود واليات واعتبارات، وتم الوعد باكثر من مره من الرئيس ومن الحكومه ان هيتم تنفيذ كل ما ياتي من توصيات وما ياتي من مقترحات. طبعا في بعض تنفذ منها، بالذات الرسائل اللي كان بيبعتها الحوار الوطني للرئيس السيسي الخاصه بالافراج وي 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 وي. طبعا هترد عليا وتقول لي الحكومه من الناحيه الثانيه كانت يفرجوا عن 5 ويقبضوا على 10. طبعا كلامك صح، مش هقدر احنا هنتكلم بعد شويه على موضوع سجناء الرأي دوت، لان انا عارف ان حضرتك عندك فيه كلام كتير يعني. آه، لكن ما جلسات الحواريه الجدليه، مش اجتماعات مجلس الامناء، اتخذ فيها امور كثيره جدا على الصعيد السياسي والاقتصادي. للاسف حاجات كتير جدا جدا بالرغم من قيمتها العاليه والراقيه ما اتنفذتش. يكفينا موضوع الانتخاب. يعني حتى موضوع الانتخاب لما وصلنا لحلول توافقيه، حل وسط كده، ان الانتخاب يبقى بالاساليب التلت فردي مثلا، والتلت قايمه مطلقه، والتلت قايمه نسبيه، ما تنفذ. يعني الامور الخاصه بعقد المحليات ما تنفذتش. الامور الخاصه بالقانون الاجراءات الجنائيه ما تنفذش، لان كان في امور محدده خاصه بالحبس الاحتياطي. مم. ومجلس الامناء طلع تقرير ايه اللي موجود، ايه اللي قلناه والقانون طلع ازاي، عمل جدول كده اللي قلناه والقانون طلع ازاي. في حاجات كتير قوي ما اتعملتش. طبعا امور خاصه بقى، الامور الاقتصاديه الخاصه بالمديونيه، بالزراعه، بالصناعه، بالتجاره، بالسياحه، بالثقافه، امور كلها تقريبا يعني ما فيش يعني رئيس طب الوزراء ليه؟ حد. نعم. ليه ما فيش؟ ليه ما فيش؟ لان شوف هقول لك على حاجه، لان في رغبه في آه، يعني مش عايز يكون في الحكومه مش عايزه يكون في صوت مسموع اكتر من صوت. ما عندها اعتقاد دايما ان اللي بتعمله هو الصح، وكل اللي الناس بتفكر فيه هو الخطا.
آه، لكن ده مش دايما صح. وادينا شفنا المديونيه كانت كام اصبحت كام. يعني احنا وضعنا بيسوء في مصر. لا بس الحكومه يا دكتور في هذا الاطار والملف بالذات الملف الاقتصادي دايما بتخرج الحكومه بالحديث عن طفرات تحققت. رئيس الحكومه الاسبوع الماضي يتحدث عن قله المديونيه وان الدين قل وان الامور زي الفل واحنا في المنطقه الامنه. يعني هو لو قال احنا يعني هو كان الدين ما لم تكن تخني الذاكره يعني من حوالي 10 سنين كنا هي 68 مليار. 68 مليار. 60 مليار نعم. 68 بنتكلم 10 سنين يعني ما كانش فيه المية ديت يعني. صحيح. فرئيس الوزراء لما يقول قل انا معاه انه قل، بس قل من كام لكام؟ قل بحاجات طفيفه جدا يعني ما رجعش لل 68 يعني ولا رجع حتى لل 100 ولا ال 120. لا احنا بنتكلم على اقل 3 4 5. ف وده طبعا بيعمل اعباء كبيره قوي على الامور الثانيه، خاصه اسعار السلع والخدمات وعلى خفض قيمه العمله المحليه. فليه اثار وبطاله طبعا. فطبعا ليه اثار كبيره جدا. طبعا في بعض الحاجات خارج الاراده زي موضوع باب المندب وقناه السويس، موضوع السياحه كانت خارج الاراده. جت الكورونا، جت الحرب الاوكرانيه الروسيه. لكن ما من شك ان الاحاديه في التفكير والاحاديه في اتخاذ القرار كانت هي العامل الاساسي لعدم تنفيذ توصيات او مقترحات الحوار الوطني. ما زلتوا بتجتمعوا يا دكتور في الحوار الوطني؟ بقالنا حوالي بتاع يمكن 7 اشهر ما اجتمعناش. هل شايف ان ده ممكن يعني الحوار الوطني ممكن يكمل ويبقى فيه اعاده هيكله او اعاده تفعيل لدوره؟ اتصور ده ممكن في اطار هيكل عام لفتح المجال العام. هيكل لفتح المجال العام. لو في صدق نوايا لفتح المجال العام هيكون اعتقد ان مهم يكون الحوار الوطني جزء من هذا المساله. لكن لو الحوار الوطني انعقد في اطار نفس المنظومه او في اطار نفس الطريق، ما اعتقدش انه هيجيب نفس النتيجه يعني، او مش هيجيب نتيجه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه فتح المجال العام؟ نعملها ازاي؟ الفتح ما انا قلت لك يا استاذ نادر، احنا دلوقتي مقبلين بعد بضع اشهر او عده اشهر، بلاش بضعه، عده اشهر على الانتخابات الرئاسيه 2030. يعني بنتكلم في حوالي بتاع يمكن 30 شهر يعني. بعد كده الموضوع هيبقى مفتوح يعني. ف مش سليم السياسه في مصر انها ميته. مش سليم ان في تمايز بين الناس على اساس اجتماعي بالاساس. يمكن الامور الخاصه على اساس الديني او النوعي ما كانتش ليها نفس الضغوط اللي كانت موجوده قبل كده. لكن اللي على اساس اجتماعي موجوده. تفرقه رهيبه بين الناس في الرواتب، في المعاشات، ما بين في الصحه، في التعليم، في الامن فوارق غير طبيعيه بين الناس. معدلات الفقر زادت، وبعض بيصل بيها الى حوالي 36% تحت خط الفقر. موضوع حقوق الانسان، موضوع حريه الاعلام، موضوع استقلال السلطه القضائيه بشكل كافي وكامل، الموضوع انهاء بشكل حاسم وباسرع ما يمكن ندب القضاه لجهات غير قضائيه، ان ده مدعاه لافساد القضاه. وده الدستور قال عليه في فتره محدده لم يتم التمسك بيها. انشاء المجالس المحليه بسن قانون المجالس بسن قانون الحكم الاداره المحليه بشكل عام.
قانون منع التمييز، قانون المعلومات. بدل ما اقعد اعاقب الناس واقعد اقول الاشاعات واعمل عقوبات على بيروج الاشاعات، ما اطلع قانون المعلومات واحط فيه الموضوع ترويج الاشاعات، لكن اسيب الاصل وامسك الطرف او امسك الحرف. ليه؟ ما امسك راس الموضوع. النظام الانتخابي مش ممكن حد فشل ذريع بشكل غير طبيعي. هذه القائمه المطلقه اللي هي تزويد اراده المسلمين، الغير متمسك بيها، غير الكاميرون وغير جيبوتي وغير سنغافوره. حتى تشاد خرجت منها، يعني كانت تشاد موجوده. يعني النظام الانتخابي فيه خمس دول بس. يعني ايه ده؟ في حاجه مش طبيعيه، في حاجه مش طبيعيه فكل الحاجات دي كلها هي اساس فتح المجال للعالم، وهي يتصور ان يكون فتره الرئاسه الجديده او يعني تكون هي باكوره الاهتمام بها، باكوره تحسينها عشيه انتخابات الرئاسه. دكتور عمرو، هل ملف سجناء الرأي ممكن يدخل تبع هذه النقاط خاصة بفتح المجال العام؟ ما فيش شك، لان ده من ضمن الامور اللي ممكن تدمي قلوب او ادمت بالفعل قلوب ناس كتير قوي. واللي قبلها كان الحبس الاحتياطي قبل السجناء، يعني قبل ما يكونوا سجناء رأي، يعني قبله من الناحيه الزمنيه. فده وده يعني ليه؟ انا حارب الرأي برأي، احارب الكلمه بكلمه. انا ما ينفعش اسجن حد علشان كل السلاح اللي في ايديه هو عباره عن قلم. انا لا اتعاطف بالمره مع كل واحد بيدعو العنف او كل واحد بيستخدم عنف، لكن اللي بيتكلم وبيتكلم لا هو بيدعو العنف ولا بيستخدم العنف. ليه؟ 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 يعني ليه نصل لهذا الطريق، او نصل لهذا؟ ليه نتكلم على ان حتى بعض الناس مش عارفه عدد سجناء الرأي قد ايه؟ ليه كده؟ يعني ده احد الامور الاساسيه في فتح المجال. ليه بنصعب على الناس حتى ونقعد نقول له لا والله ده الحبس الاحتياطي شيء، المده شيء، ومده السجن شيء؟ ازاي؟ اعتقد ان ناقشتوا هذا الملف تحديدا في الحوار الوطني، وكان وقف نقاشات كثيره. يعني هل كان في حد معترض ان الناس تخرج او يتم حلحله هذا الملف؟ اكتر من تقريبا نص اداء او حوالي نص اداء، عشان ما اكونش برضه بقول كلام مرسل. حوالي نصف اداء الحوار الوطني كان على قضيه انتخابات وقضيه السجناء. النص الثاني بقى كان الامور ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. انا بقول لحضرتك فاتناقشت كتير وكان بصراحه الغالبيه العظمى ان لم يكن الكل كان في حاله من التعاطف شديد جدا مع ضروره انهاء هذا الملف بشكل سلمي وبشكل يجعل يعني الملف لازم يغلق، لانه يسيء الى سمعه مصر. لان حتى الشق الاول منه اللي هو الحبس الاحتياطي تحول الى عقوبه. يعني الناس ما كانتش احكام لكن بتتعاقب، يعني كان شيء مش جيد بالمره. دكتور عمرو، عاوز اسال حضرتك، يعني واحنا قبل ما نختم بشويه، عاوز اسال حضرتك عن اداء الحكومه من وجهه نظرك. شايف ان الحكومه، مع طبعا كلام كثير عن تعديلات وزاريه قريبه، هل شايف ان هذه الحكومه ممكن تكمل، او وجهه نظرك في ادائها بشكل واضح؟ تكمل في ايه؟ يعني احنا بسم الله ما شاء الله يعني عندنا كوارث ومشاكل في حاجات كتير جدا جدا جدا. يعني انا بس هحيلك موضوع التعليم واللي بيحصل بشكل شبه يومي دارس على مسمع من الحكومه. ده شيء مزري. انا دكتور يعني معلش، ما بتكلمش بقى لا اقول انسان ولا بتاع، ولا حتى بتكلم على موضوع التعليم، بتكلم على الدروس الخصوصيه ولا مش خصوصيه. ده انا بتكلم على الاخلاقيات، الاسكس. ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل؟ يعني الناس
الحكومه دي فاقده عقلها، مش ممكن. لا، هو يا دكتور حضرتك بتقول هذا الكلام وغير حضرتك كمان بيقول هذا الكلام، لكن انا بشوف حاجه مختلفه جدا وانا مش لاقي حل للموضوع دوت، اللي هو من باب المثل يعني اللي بيقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل. الوضع كارثي زي ما حضرتك بتقول في كثير من الملفات، خصوصا الملف التعليمي، والحكومه تطلع تقول عملنا طفره في الملف التعليمي، عملنا طفره في الملف الاقتصادي، عملنا طفره مش عارف في ملف حقوق الانسان، واحنا عندنا ازمات كثيره. حضرتك هذه كده ازاي؟ اللي عايز يتكلم بالارقام. خش اه على مواقع التواصل، خش على ال ال المواقع المختلفة، جوجل ومش جوجل، الحاجات دي كلها، وشوف موقع مصر بيعملوا كل حاجة كده ايه، سلم الحريات، سلم استقلال القضاء، سلم التعليم، سلم الصحة، سلم متوسط العمر، سلم مش عارف كل حاجة ليها سلم كده. وشوف موقع مصر في كل سلم من هذه السلالم. انا مش هتكلم، انت شوف بس موقع مصر في كل سلم من هذه السلالم، ودي بقى ناس يعني ناس متخصصه، وبيحطوا معايير، وبيحطوا امور ومقاييس معينه للقياس والمقارنه ما بين الدول فيما يتعلق بكل هذه الامور. وشوف موقع مصر فيه. من كام سنه كده حصل تعديل وزاري، وكان الحديث عن تعديل وزاري بما فيهم رئيس الحكومه، فكان التعديل وبقي رئيس الحكومه. هل تتوقع بقاء الدكتور مصطفى مدبولي؟ اتصور ان هو ممكن يبقى. طب هل تتمنى بقائه؟ لا طبعا، مش ممكن، لان في الفتره اللي فاتت طبعا في بعض حاجات كتير قوي حصلت في منذ توليه. موضوع المديونيه، موضوع الايجارات، موضوع حقوق الانسان والاجراءات الجنائيه، والرئيس يتدخل لاصلاح الوضع، فالحكومه تصر على كلامها في البرلمان، يعني حاجات مش كويسه بالمره. وحديثا بقى التصريحات الخياليه، ان ده كويس، ده جيد، ده المديونيه نازله، ده عندنا اخبار مش عارف ايه، ده الحوار الوطني. خلي بالك الحوار الوطني نفذنا 70% منه. ما اعرفش ازاي 70%، انا متهيألي ما نفذت 7%، يعني في هنا صفر محطوط زياده. الوعد بعدم، خش الناس تخش على المواقع وتشوف تصريحات رئيس الوزراء في امور كتيره جدا، منها على سبيل المثال ده الموضوع بتاع هدم مقبره مستولده محمد علي، ده يمكن يتكرر؟ مستحيل. بعدها بحوالي اسبوعين 3 هدم مقبره البارودي. لا 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 لا، دي فجاجه. طب ليه يا دكتور؟ يعني حضرتك، انا سالت حضرتك تتوقع انه يبقى، قلت ممكن يبقى. طب تتمنى انه يبقى؟ قلت لا اتمنى. ومش حضرتك بس، يعني تقريبا معظم السياسيين في مصر لا يتمنوا. طب ليه ممكن يبقى لما كلكم لا تتمنوا؟ سؤال مهم طبعا. ليه يبقى؟ لان احنا اعتدنا دايما في مصر على ان اللي بيبقى مش شرط يكون هو الكفء. اعتدنا دايما على كان رحمه الله عليه الاستاذ ابراهيم شكري، وكان بيرأس مجلس اداره جريده الشعب. فكان بيقولوا له مره: ليه انت ليه بتجيب ناس تقول عليهم مرشحين في التغيير الوزاري؟ فقال: والله احنا ليه بتسمي ناس او بتقول يعني توقعات؟ يعني قال: والله اللي بنتوقعه دوت عشان ما يجيبوهوش، واللي مش متوقعين هم اللي بيجوا يعني. فانا فاهم هم بيتعاملوا ازاي. فكان بيقول كده: انا فاهم هم بيتعاملوا ازاي. يعني نوع من بعضها كان فيه نوع من العند والطفوليه السياسيه. انا مش هعمل زي المرحوم ابراهيم شكري، ولا هسالك تتوقع مين، لكن هسالك تتمنى مين يكون رئيس الحكومه. ممكن تتمناه اسم لو تحب تقول اسم، او تتمناه كينونه، يعني صفه، اقتصادي، مش عارف، حقوقي. تتمنى ايه؟ لا، او حتى لو اسم، يعني في بعض اسامي ممتازه وكويسه. اتفضل. الدكتور محي الدين، محمود محي الدين على سبيل المثال.
يعني لو حد ليه في الملف الحقوقي مثلا الدكتور حسام بدراوي، ليه لا؟ يعني ليه ما يكونش حقوقي؟ ليه مش شرط لازم يكون اقتصادي؟ ما ممكن يكون معاه مجموعة ناس اقتصاديين أكفاء. فدول اسمين على سبيل المثال. أنا طبعا مش حضراني الذاكرة، لكن اللي حط الذاكرة ممكن يطلع على فكرة. أنا ممكن لو أنا حصلت لك ذهني شوية كده أقول لك يجي 20 يعني مصر. حضرتك شايف ان مصر فيها واحد، ما فيش حاجه اسمها مصر ما فيهاش رجاله، ما فيهاش الا واحد، ما فيهاش مش عارف ايه، هنجيب منين، هنعمل مش عارف ايه مين، لا لا لا، ده مصر مليانه عقول محترمه وممتازه وناس وطنيين وناس اكفاء كتير جدا. دكتور عمرو، قبل الختام، مصر التي في خاطرك شكلها المفروض تبقى عامله ازاي؟ مصر اللي في خاطري وخاطر كل انسان وطني، وانا ما بقولش كده بشك في وطنيه حد خالص. يعني الناس كلها بتحب بلدها طبعا، بس في منظورات ربما تكون مختلفه شويه. لكن انا اتصور ان القضايا او الشأن السياسي والمجال العام هو الاساس، لان هو اللي بيفرخ لك اي اصلاحات تانية ممكن تحصل على الشأن الاجتماعي او على الشأن الاقتصادي. لان اللي جه او اللي اتى نصية القرار، اي يكن نصية القرار بقى، نصية قرار يا رب رئيس مجلس محلي في قرية، اللي جه في نصية قرار بشكل ديمقراطي وسليم، يتصور ان هو يتخذ قرار سليم اقتصادي واجتماعي كمان، مش بس سياسي. اشكرك يا دكتور عمرو، الحقيقه حوار ثري جدا ومثمر جدا، ونتمنى نعمل حوار بعد ان تتحقق كل هذه المطالب اللي حضرتك ذكرتها في هذا اللقاء. مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه وعضو مجلس امناء الحوار الوطني الدكتور عمرو هاشم ربيع، شكرا جزيلا لحضرتك. الى اللقاء.